السؤال بقى، انت ليه ما بتدمعش؟ انت ليه ما بتعيطش؟ اوعى تفكر ان انت لما بتقف خلف الامام وفي صلاة التراويح والشيخ قاعد يدعي وعم تقول يا رب يا رب يا الله يا الله وانت قاعد تصوت وتهلل وبعدين لقيت نفسك قاعد تعيط وبتاع، هو ده اللي احنا عايزينه؟ هو ده المقصد من الدعاء؟ لا، مش هو ده المقصد من البكاء. المقصد من البكاء ان انت لما تكون ساجد بينك وبين ربنا مفيش حد تاني شايف الا ربنا سبحانه وتعالى، فيحصل البكاء، يجي البكاء. المقصد انت لما تسمع آيات القرآن قلبك يخشع بسرعة، يجي الخشوع، يجي البكاء، عينك تدمع. هو ده المقصد. مش المقصد ان احنا في وسط الهيصة نعيط، لا، مش هو ده الموضوع، مش هي دي الحكاية. الحكاية قلبك ليه ما بيدمعش، عينك ليه ما بتبكيش وانت قاعد مع القرآن الكريم، قاعد تردد الآيات وتسمع الآيات، قاعد تسجد وتقوم وتركع وتسجد وتعمل. تعرفون واحد من أبناء سيدنا علي بن أبي طالب لما كان يجي يدخل في الصلاة وشه يصفر، وشه يصفر. ليه وشك بيصفر؟ قال لهم أصلي أتعرفون بين يدي من أنا أقف؟ انتوا عارفين أنا بقف بين إيد مين؟ انتوا عارفين أنا بقف قدام مين؟ انتوا عارفين الموقف عامل إزاي؟ احنا امتى بقى نوصل للمرحلة دي؟ الأول احنا ليه ما بنوصلش للمرحلة دي؟ لأن القصة دي كلها محورها مبني على القلب، والقلب ده قد يكون قلب قاسي وقد يكون قلب غير قاسي. القلب ده ممكن يبقى قلب قاسي، والقلب ده اللي بيعمل فيه القساوة 3 منافذ بيوصلوا له القسوة وبيوصلوا له الرحمة. 3 منافذ، 3 حاجات. ال3 حاجات دولك هم مصادر الغذاء للقلب. فإما إن ال3 دول يوصلوا غذاء سام إلى القلب، غذاء مسموم يصل إلى القلب فيموت القلب ويقسو القلب ويتغير القلب، وإما إن ال3 منافذ دول يوصلوا طعام نافع فيقوي القلب، يقوى القلب معها. ال3 منافذ دولك اللي هم إيه؟ الفم، العين، السمع. الفم، العين، السمع، هم دولك ال3 منافذ اللي بيوصلوا للقلب. الفم بيعمل حاجتين، إما أن يبلع طعاما وشرابا، قد يكون ذلك الطعام والشراب من حلال فيكون ذلك دافعا إلى إحياء القلب، وقد يكون ذلك الطعام والشراب من حرام فيكون ذلك دافعا لموت القلب. والحاجة الثانية اللي بيعملها الفم أن هذا الفم يتكلم، لسانه يتكلم، فإما أن يكون الكلام عن رب العالمين في الحق، وإما أن يكون الكلام عن الشيطان الرجيم في الباطل. إما أن يكون الكلام حقا وإما أن يكون الكلام باطلا لا ثالث لهما. والطعام والشراب الذي أنت تأكله من فمك إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما لا ثالث لهما، يا كده يا كده. خليني أقول لك في حكاية الأكل الحلال والشراب في النقطة دي. خليني أقول لك إن سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو من هو رجل له مكانة غير عادية، رجل عظيم. يحصل إن سيدنا سعد يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فالنبي يقول له أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. سيدنا سعد بن أبي وقاص كانت علاقته بربه علاقة مباشرة، اتصال مباشر دايم ما ينقطع، ذكر دايم ما ينقطع، كلام مسموع ما لا يمكن أبدا ألا يسمع، كلام مرفوع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع ذات مرة فيقول لعائشة رضي الله عنها وكان جاي ينام: لو أن أحدا من أصحابي جاء يحرسني، لو واحد من أصحابي يجي يحرسني لأن أنا عايز أنام وجاي تعبان من غزو وممكن العدو يكون متسلط لهذه القضية ومرتب أنه يقتل الرسول أو يفعل شيء من هذا القبيل أو يؤذي النبي أو يؤذي أصحاب النبي أو يؤذي زوجات النبي، أي كلام من هذا القبيل.
والنبي نام. شوية كده السيدة عائشة سمعت صوت رجل يمر بسلاح من قدام البيت. فلما النبي استيقظ قالت له أبشر فإن الله أرسل إليك ملكا يحرسك. قلت له طمن خلاص، النبي ربنا بعت لك ملك يحرسك. لا ملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى مين اللي بر؟ فقال أنا سعد ابن أبي وقاص يا رسول الله. فالنبي قال له ما الذي أتى بك؟ مين جابك؟ قال يا رسول الله لما جئت أنام أصابني شيء من القلق عليك، فقلت ما أبيت الليلة إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحي أحرسه حتى الصباح. بص الاتصال المباشر. النبي بيقول لزوجته في البيت لو أن أحدا من أصحابي جاء يحرسني، الله سبحانه وتعالى يلقي في روع وفي قلب سعد بن أبي وقاص. ليه؟ لماذا سعد بن أبي وقاص؟ لأن علاقة سعد بربه علاقة وطيدة متصلة، لأن سعد بن أبي وقاص يأكل الحلال، لأن سعد بن أبي وقاص لا يتكلم كلاما فيه حرام ولا فيه باطل، ولذلك ساق الله إليه الأمر فجاء ليحرس النبي عليه الصلاة والسلام. يطلب من الرسول أن يدعو الله له أن يكون مستجاب الدعوة، فالرسول يقول له أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فيلح في الطلب، فيرفع النبي يده إلى السماء يقول اللهم استجب لعبدك سعدا إذا دعاك. وأنا مش عايز أقعد أحكي كتير عن سيدنا سعد بن أبي وقاص، لكن أنا عايز أقول إن سبب استجابة الدعاء لسيدنا سعد بن أبي وقاص كان بسبب إن هو حافظ على فمه، فما كان يأكل حراما وما كان يتكلم بكلام فيه باطل، ولذلك اختلف الأمر، ولذلك قلبه كان يصل هذا الأمر، لذلك كان دعاء واصل إلى السماء، لذلك كان مستجاب الدعوة، لذلك كان إذا سمع آيات القرآن بكى وخشع قلبه، لذلك كان إذا سند على الأرض سجد معه القلب، لذلك إذا كان في سجوده بكى وتأثر ودمعت عينه وتأثر قلبه وخشع قلبه بكلام الله عز وجل. لماذا؟ لأنه حافظ على فمه فلم يدخل من فمه أكلا حراما ولا شربا حراما، وما تكلم بكلمة